ترقبوا عشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. مسرح الإذاعة المغربية يقدم وداني داني 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 وداني داني 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 وداني داني 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 وداني داني 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 وحكاية دادا سعادة وحكاية دادا سعادة حلوة خارقة العادة حلوة خارقة العادة وحكاية دادا سعادة وحكاية دادا سعادة قصص خارقة العادة قصص خارقة العادة الحقيقة بلا زيادة الحقيقة بلا زيادة والخيال فيها قلادة والخيال فيها قلادة الحقيقة بلا زيادة الحقيقة بلا زيادة والخيال فيها قلادة والخيال فيها قلادة وداني داني 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 وداني داني 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 وداني داني 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 وداني داني 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 وداني داني. حكايات دادا سعادة، تأليف أحمد الطيب العلش، إخراج الهاشمي بن عمر. عياش حامة يبحث على شي حيلة أو وسيلة باش يتخاصم مع مراسو أم الغصن ويخرج معها لقارعاته ويشتت الشمل، ولكن هي فين ما بغى يقبض كتطلق. وفي الأخير قال لها باغي يتزوج، قالت له هي بالكم سعود وأنا نخطب لك يا سيدي. فاقت بيه كيقلب على خزيت وما عملتلوش داك الخاتم على قد صبعو. ام الغصن كانت لاله ومولاتي وداهيه وما كتجي شي فكره تطيح في دماغه حتى كتكون هي ضربه منها غلقه. والوسيط داك السمسار المكلف بالبحث للسيده تحفه على الراجل المناسب الجديد مازال كيشكر ويعاود في جمال التحفه الرائعه. وملي مشى لعند وجهها باش يخبروا بانه فشل باش يلقى سبال الدباز مع ام الغصن وهو يخرج معاها الخزيت. ماشي لازم يا استاذ شحال محترم حتى تدابز معاها عاد تفرق معاها وتعطيها خطين ديالها. ايوا غير نجي هكذا بلا سباب لا ربيت الحبل ونقولها الله يهنيك راكي طليق. ايوا واش فيها؟ غالبا هكذا كيعملوا الرجال. ايوا لكن انا ما عطاني شي خاطري وما طاوعني شي قلبي، لا بدا نقلب لها على شي سباعه شي تنوعيره ونشعل معها بحال القيشه الكحل، عاد نعطيها خطيني ديالها ها ونقول لها ايوا خبش هنا. اش غادي نقول لك يا خويا يا جحا، حنا بصراحه الكثير فينا مازال متخلف. ها متخلف؟ ايه من مظاهر التخلف الفراق بالدباز والهرج والمرج، وانا من وجهه نظري ما خصكش تدابز معاها وتخرج معاها اللعب، خاصك تجي عندها بكل موده وكل احترام وتقول لها بكل بساطه يا بنت الناس انا دبرت على راسي في المراه اللي غادي تعاملني معامله حسنه، معامله المراه للراجل بالتقدير والاحترام. ولعلمك الخاص هاد المراه نتاعي ام الشوك الا بغات دابا تخاصم معاك تخاصم معاك على رفود الزلافه من الارض وتخلق لك اليدين والرجلين في والو وتخليك غير فاهي، وإلا بغات السلام واخا تكويها بالنار تقول لك الله يسامح الحجره من يد الحبيب تفاحه. خصام الناس المتحضرين هو تقول لها ملي كنا متفاهمين وقلبي على قلبك راه كنا جمعنا بيت واحد، ملي ولينا شي يشرق وشي يغرب وحرام الماء والطعام ما عندنا علاش المحكه والغنان والشنآن. الطيبه يا خويا، طيبه ام الغصن صعيب هو اللي غادي يهربني منها، وحتى ملي كتحني لي راسها وكتبدا تساعد معايا كان عارفها كتوجد لي شي مقلب وشي زوبيه فين تلوحني. ايوا اللي قلنا ايوا هرب راسك، وهادي لاله تحفه راه ما غادي يكون عندها معاك الا نعم سيدي، حاضر سيدي، اجا سيدي، اش حب الخاطر سيدي. ام الغصن قلبها كله سحاق فحم، هادي قلبها ابيض من الحليب وصافي بالنار. وهاد ام الشوك نتاعي بخيله وشحيحه يابسه، تحفه كريمه بزاف وسخيه لدرجه الهبال، وهذا القلب الكريم السخي اللي عطاه الله ما يعرف لا حقد ولا سم ولا حسيفه ولا دغينه ومحبه جميع الناس، ودائما مسكينه كتقول الارض ارض الله والعباد عباد الله، يا ربي رفق بينا بجاه رسول الله، امراه مؤمنه من الصالحات ودرويشه. عرفتي شنو غادي يهربني دابا من هاد المراه نتاعي؟ العصبيه
المعاندة والغنان وكراهية الناس. جرام واحد ديال الكراهية أو الحقد ما كاين في قلب هذه التحفة البشرية. اسمعني مليح يا خويا جحا. كيقول واحد الحكيم نسيت سميتو في شي كتاب ما بقيتش عاقل عليه: المرأة كالقبر، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وهاد لاله تحفة اللي كتقترح عليا اش تكون؟ روضة من رياض الجنة، والكاذب عليه لعنة الله. دخلت عليك بالله. واش بقى عندي ما نعمل بهذيك العقروشه نتاع الشر؟ قالت لي سيدي هي غادي تخطب لي. ايوا كيف جيتك؟ هو تيق بها. واللي تيق بها يتيق بالزمان الغدار. هاد المرأة ديالكو غير على ما كتقول لي عليها انت بنفسك. هادي مرأة داهية وعندها دماغ الكتروني خدام بالليل والنهار، ما يعرف لا هدوء ولا راحة، دماغ النوار وطح حراميات. تماما. واكثر من هادشي كله فيلسوفة وعندها واحد التحليلات خوارية. لا 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 لا، تحفة هادي ما تعرف لا فلسفة ولا اجتهاد. عطاها الله عقل جامد متجمد مرتاح، وعاطيها الراحة والفكر ملغى، ولسانها بحال لسان مقطوع. وإلا كتاب كاع وتكلمات نعم حاضر اش حب الخطر امر يا سيدي، انا رهن الاشاره. وياك من ناحيه الذكاء ذكيه. مرة بهاد المواصفات اللي قلت كلها لا بد ما تكون ذكيه نابغه وداهيه في الذكاء المعاصر. الغاء الفكر وتجميد العقل من صفات الذكاء المعاصر او لا؟ ايوا بركه عليا. خلاص من الهضره وقول لي واش غادي نقراو الفاتحه خلاص ولا لا؟ صافي يا سيدي موافق. والله يخلط نحاسنا في نقرة الجواد. واش صاحبي كاينه شي ذله ومهانه اكثر من راجل حاني راسو وخافت صوته قدام مراته؟ اش غادي نقول لك؟ الكلام معك كيفاش على القلب ويشرح الخاطر ويجعل الانسان المسحوق بحالي يتحرم طغيان وجبروت الغصن. بعض المرات كنكون واقف قدامها وكتبدا تغوت عليا، وما حدا هي كتغوت وانا كان قصار وكان تقلص وكان مسخ. والله ضحكتني. هادي بمجرد ما تعقد عليها تم تزيد 10 سنتيم في الطول، وحتى لسان كيطول ويفك الله عطاراتك، وعاد تعرف نعمة الزواج وحلاوة الزواج، وتشرق في وجهك ديما الأنوار وتزول العباسة ويحل محلها الابتسام في محياك الجميل. اسمع له يا ربي، اسمع منه يا ربي. المكتوب في السماء ما يمحيما، ومن بعد الأحلام العريضة والخيال اللي كيصور المستحيل ممكن. استيجحة تزوج بلاله تحفة اللي ما لقاش فيها الكثير من الأوصاف المبهرة المدهشة الخارقة للعادة. ما لقى من ديك الأوصاف الكثيرة واللي أكثر من الكثيرة ما يمكن يكون حقيقة إلا أقل من القليل. وما عرف استيجحة أنه غلط في حق راسه وفي حق مراته، وأن السمسار لعب عليه حتى قرقبوا عليه العدول وكتبوا عليه في مؤخر الصداق 30,000 درهم إلا بغى يطلق. الزواج بلا فلوس، ولكن إلا ما عجبو حال أو زاغت دبانته وبغى يطلق أما هي وما لونها. واللي عقدها بيدو يفكها بسنانه، وجحا يمكن يغلط ويخرب جنانه. وحكايته مع تحفة نقولوا عاد بدات يمكن تشبه صدفة الكثير من الحكايات. هي ذاك عليك عدو الله كيبقى يوصف لي ويطلع لينا السما حتى كيقول لي امراه اللي شافتها الغنم ما ترعى. هيا يا خويا خلافه. دابا اللي ضربته يدو ما يبكي. ملي كنتي كتجي عندي وكتبدا تحكي لي على هذا السمسار اللي دبر لك في هذه الهمزه وجاب لك البحيره على ظهر الجمال، كنت كنقول لك امراه بهذه الاوصاف ما لقاتش حتى راجل في الدنيا اللي يتزوج بها من غيرك انت، يا الحمق يا الكنبو. العب بيا يا خويا خلافه، العب بيا. لا انت اللي لعبتي براسك. داك الاوصاف اللي كان كيقول لي عليها، الاوصاف باش دوخني ودهشرني وتلفني على القبله، كلها لا وجود لها وما فيها شي القليل وفوق هادشي كله ماشي درويش، وما فيها شي غرام واحد من المروءه والانسانيه. سهل انت اللي صغتي وفرعنتي وتمرضتي على مراتك ام ولادك. لا خويا يا خلافه، ماشي انا اللي زغت على مراتي، هي اللي جرت عليا. ام الغصن صعيبه بزاف،
لدرجة أنها كتجعلني نعرف هاد السمسار الكذاب ونثق به. كنت كنتونس به وهو كيوصف لي داك المرأة الغزالة، الآية من آيات الله، اللي ما عندها لا أفكار ولا عناد ولا غنان ودرويشة. واللي ما عندها موقف، واللي لسانها بحال لسان المقطوع. ثق بيا يا خلافة أنني كنت كنعرف أن هادشي اللي كيقول لي كله كذوب، ومع ذلك كنثق به. كنت نهجر الواقع ونحلق معاه في الخيال، وانا كنسمعو كيقول لي تحفة غزالة وعندها هالة والمال قبالة وكتفهم في كل مسألة. ايوا دابا خلينا من هذا الشيء المهم. واش هاد التحفة كتبغيك؟ كتبغيني بحالاش؟ واش زعما كتحبك؟ محبة الجن يحبك ويمخط بك. لا لا، هاد المرأة هادي ما عندهاش القلب اللي يحب او يعشق شي حاجة في الدنيا من غير راسها. واحد النمرة يا خلافة، وحتى هي عكسية ومعكسة بشكل غريب. إلا قلت لها أنا مثلا طلع كتقول لك إياه هبط. ما عندها إلا إن عكسنا. قال لك غزالة وعندها هالة وأنا كنبو والسمسار بالا. ايوا قول لي وشحال وانت مجوج بهاد التحفة؟ إيوا على نعم نكمل العام. إيه العجب، عام داز بحال المنام. أنت عندك بحال المنام، أما أنا عندي بحال جهنم. وهاد الأيام يا خلافة يا خويا بدلت لي الاسم. بدلت لك السمية؟ ما عجبتهاش ينجحها وشنو سماتك؟ ايوا سمعني مليح، بعض المرات كتخليني كنادي عليها تحفة. تحفة. لا تحفة، واش ما كتسمعيني شاي؟ راه معاك كنتكلم. اش بغيتي يا قفا؟ قفة؟ ايه قفا. وشكون هو هاد القفة؟ انت. انا قفة. انا قفة؟ ايه انت قفا. ولكن انا اسمي جحا، والوالد ذبح عليا 7 ديال الكباش باش سماني جحا. وانا البارح ذبحت الفروج باش تغديتي وسميتك قفا. ايوا ولكن انا معروف عند جميع الناس باسم جحا، وأدعى في الشارع جوحا. ايوا يمكن لك تبقى في الشارع. نبقى في الشارع؟ تبقى في الزنقة جحا، ولكن هنا في داري ما انت الا قفا. علاش كتضحكي يا لالا تحفة؟ على سيدي قفا. ونقول لك حاجة، حتى من ناحية الانسجام والنغم والهوى والشباب أنا وياك نكونوا تحفة وقفة، على وزن قيس وليلى، جميل بوتينة، روميو وجولييت، الضاوي والضاوية، وعنون وعنونة. واش سمعتي؟ سمعت. وفهمتي؟ ايوا أنا كنحاول نفهم وخوفا نفهم. وعلاش؟ ايوا كيقولوا ما فهم غير اللي كيفهم. وكاينه حتى قصة هني وهنية وناجي وناجية وفوزي وفوزية وهلم جران. ايوا قل لي اش ظهر لك؟ ايوا اش عنده ما يظهر لي، اللي قال المليح مالح. كتعجبني حقيقة. بديتي كتعجبني. بديت كنعجبك لله، لانك بديتي تفهم بسرعة وما بقيتيش مغنان ومعاند وقاصح الراس وتجادل في العبات وفي المعقول ولا معقول. ايوا ما كيخمم في المعقول واللي ما معقول غير اللي بعقله وكيقول الحق. انا ملي حسيت بعقلي بدا يعيا عطيته الراحه واجلت استعماله الى اجل غير مسمى. قالوا زمان يا لالا تحفة الراس اللي ما يتهدالو ويتعطالو القطيعه ولا له، والراس في هذا المثال هو العقل. ولهذا قلت انا مع راسي مراتي لالا تحفة بعقلها، انا ما عندي ما ندير بعقلي، طويته وخبعته. ايوا عملتي مزيه. حسن، انا وياك الا كانوا عندنا 2 عقول غادي نوليو بحال داك الراجل بو عقلين، وبو عقلين عند الناس الشعبيين والصنايعيه هو الحمق، وحنا ب2 عقل واحد يكفينا ويشيط علينا، او ماشي هكذا؟ يتعدانا لهيه. انا دابا كنعرف من الناس اللي عايشين غير ب4 عقل، بقرام ديال المخ وقاضين الغرض، والعقل في الحقيقه احيانا كيعذب مولاه. ايوا صافي، طوي عليا هاد الورقه. المهم عندي بما ان ما بقى عندك عقل من هنا للفوق ما غادي يبقى عندك معايا غير اللهم امين يا رب العالمين. ويكون في علمك راه الحاجه اللي قلت انا او غادي نقول هي اللي كاينه، وانت وانا ما عندي غير اسمع وبلع،
اللهم امين يا رب العالمين. هادشي دابا اللي علمتيني، وهادشي اللي كانت علمتني حتى هي شكون هي؟ مراتي الباليه الشوك. اش علماتك؟ الكلمه اللي قالت هي اللي كاينه، وعاد هي ما كانتش بعقلها بحالك. الله يعطيها الصحه، وفرت علينا هاد المرحله. وخاصك تعرف حاجه اخرى. اما هي من مواصفات الرجوله المعاصره، الرجوله الناعمه المسالمه الانسانيه التعايشيه، الراجل يتعلم يسمع ويبلع ويشوف ويقشع ويدير براسو بحال الا ما شاف ما قشع. زيدني وهذا هو كلامها بذاته وصفاته. الله يجعلك طويلة العمر عليها. شكون هي؟ مراتي السابقة الغصن. حتى هي الله يرحمها ملي كنت كنوقف قدامها حاني راسي ونسمع ونبلع من أجل السلام، كانت كتقول لي الله يرضي عليك وهكذا نبغيك يا راجلي يا جحال عزيز. وناس زمان قالوا إلا شفتي جوج مع 20 عارف الدرك على واحد، والمقصود بهذا الواحد هو العبد الضعيف. وعلاه مراتك الاولى الغصن ماتت؟ مراتي الباليه من العيالات اللي غادي يموتوا مع الشيطان في نهار واحد. ايوا قلتي الله يرحمها. ايوا الله يرحمنا ميتين وعايشين. وفي الحقيقه الغصن واخا تموت غادي تبقى في دماغي راسخه. ايوا تكون في بالك، الا بغيتي العشره متاعنا تزيد طول راه الدرك غادي يكون على واحد، وهذا الواحد هو انا عارف. الا كان واحد فينا مستبد او مستبده، الاخر هو اللي كان خاصو يكون صبار وصبور. ياك انت مير وانا مير، شكون فينا اللي غادي ينده الحمير؟ طبعا انا. ايوا الله يرحم من قراك. مراتي الشوك الله يتولاها برحمه الله هي اللي علمتني كيف نكون راجل مراتو اللي حانق فاتو ومسامح في عشاتو وتالف على اوقات صلاتو وزاد في كل ما فاتو. ايوا حتى انا هكذا نبغيك. هذه هي المرأة اللي قال لي عليها داك السمسار تحفة فم بلا عار. مرأة صبارة صبورة وسماحة وسميحة، سماعة وسميعة، طائعة ومطيعة، وفوق هادشي كله درويشة. هاد الهويشة الوحشية سماها لي درويشة. اش كتبرقم؟ اش كتقول؟ غير كنراجع الوصايا متاعك باش نحفظها ونعمل بها. كنتم في الاستماع إلى التمثيلية المسلسلة حكايات دادا سعادة. شارك في تشخيصها فاطمة بن مزيان، رشيد الحراق، محمد أحمد البصري، الهاشمي بن عمر. ساعد في الإخراج حميد زيان. هندسة الصوت محمد ناجي.